عمرك سألت نفسك ليه في articles الناس بتحب تقراها وarticles تانية لأ؟ خلّيني أقول لك إيه السر اللي هيخلّي الarticles بتاعتك تجيب نتايج وكمان الناس تتفاعل معاها أكتر. أول حاجة إن الheadline لازم يكون catchy لأن دي أول حاجة بتشد عين الviewer. تقدر تستخدم في الheadlines بتاعتك مثلًا الأرقام بتشد الناس جدًا، تقدر تقول لهم هنقول لك على 5 حاجات تساعدك في إن أنت تزوّد مبيعات. تاني حاجة لازم تفكر فيها هي الintro بتاعة الarticle، لازم الintro أو المقدمة تكون بتقدم الvalue ليه الناس محتاجة تقرا الarticle ده. برضه محتاج إن أنت تركّز أوي في الطريقة اللي بتكتب بيها الarticle إن هو يكون سهل على الناس إن هي تقراه، زي إن أنت تستخدم headlines عشان تقدر تحدد الsections بتاعة الarticle ويكون سهل. ما تنساش كمان إن أنت تستخدم visuals علشان الناس ما تحسش بأي ملل وهي بتقرا الarticle وتقدر إن هي تكمّله للآخر. وآخر حاجة لازم تختم بيها هي الCTA أو الcall to action، إن أنت تقدر إن أنت تشارك الناس عشان يعملوا action معيّن، زي شاركنا رأيك أو إزاي نقدر نساعدك. الحاجات دي بتساعد أوي الناس إن هي تتفاعل معاك. وفي الآخر ما تنساش تعمل save للفيديو ده علشان تقدر تطبّق الحاجات اللي قُلناها دي في الarticles بتاعتك اللي جاية.